السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صليوا على النبي عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم في القناة. وصفة اليوم هي المرقاز الكذاب، سهلة سريعة التحضير، اقتصادية وبنينة بزاف. جربوها وراح تعجبكم بزاف وما راكمش راح تندموا. ما تنساوش ديروا ابوني وجيم وتشاركوا الفيديو مع حباباتكم. والان نبداو في الوصفة على بركة الله. هنا حطيت سكالوب بعد ما كنت قصيته، حطيت شويه بصله، حطيت الزيتون الاخضر بعد ما كنت نحيت المروره تاعو 3 مرات في الماء والسكر، حطيت فص ثوم كبير ودرك نرحيهم. لما ترحيو مع بعضهم حطيت التوابل، ملح، فلفل كحل، كمون، حمار، كركم، حطيت صفار البيض ودرك نخلطهم مليح مع بعضهم. حطيت الخبز اليابس المرحي، نزيد ندلو كيما هكا نلمها. بعد زدت حطيت الخبز اليابس المرحي ونلمها. شوفوا زي ما هيجي القوام تاعو، ما لازمش يكون جاري خلاص وما لازمش يكون يابس كيما هكا. دركا حنبدا نشكلهم، ديروا لهم كيما هكا، تكعبروهم كيما هكا وبعد ديروا لها كيما هكا كيما هكا. شوفوا زينه. دوكا نحاول نعدل الشكل تاعها كيما هكا. دوكا حنزيد ندير معكم الثانيه كيما هكا بالشكل هذا. ما ديروا لها كيما هكا وتعدلوا الشكل تاعها. كل مره ديروا هكا وتعدلوها، شكلوها كي المرقاز. نزيد ندير معكم واحده اخرى كيما هكا كيما هكا وتعدلوا. كيما هكا بالشكل هذا. كيما هكا. بعد ما كملتهم نحطهم في الفريجيدير. بعد ما خليتهم ركحوا في الفريجيدير جبتهم وحطيتهم يتقلاو حتى يحمروا. طابوا وداو اللون الاحمر كما راكم تشوفوا. هنا جيت نخدم لاصوص، استعملت نفس الزيت اللي قليت به وحطيت فيه الثوم بعد ما كنت رحيته، فص ثوم نحركو مليح. ما خليت الثوم شويه تقلى، حطيت طماطم مرحيه نزيد نحركهم مليح مع بعضاهم. خليتها شويه طابت. دركا حطيت نص مغرف طماطم مصبره نحركها مليح ومن بعد نخليهم يطيبوا مع بعضهم شويه ومن بعد نحط التوابل. بعد ما خليتهم طابوا مع بعضهم شويه حطيت التوابل اللي هما الملح، فلفل كحل، كركم، حمار، كمون. حطيت شويه سكر باه تروح الحموضه تطمر. نحركهم مليح مع بعضهم. ونخليهم شويه يطيبوا مع بعضهم. بعد ما خليتهم شويه طابوا مع بعضهم زدت كاس ماء نحرك ونخليها طيب. بعد ما لاصوص طابت حطيت الاصابع تاع سكالوب يطيبوا مع بعضهم كيما هكا. ما طابوا مع بعضهم حطيت العظام كيما هكا ودرك نزيد نحط الجبن المبشور. حطيت الجبن المبشور كيما هكا ونخليهم يطيبوا حتى الجبن المبشور يذوب والعظام يطيبوا. هنا بعد ما طاب هذا هو الشكل النهائي. وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى تكون هذه الوصفه عجبتكم واستفدتوا منها. لكن عجبتكم واستفدتوا منها ما تنساوش ديروا ابوني وجيم
وتشاركوا الفيديو مع حباباتكم، ودمتم في رعاية الله. ابقوا على خير.